بتعملوا البامية ازاي؟ بتجيبوا البامية وبتقمعوها وتطبخوها مع الصلصة، لكن في الصعيد بيعملوها بطريقة غير كده، بيبقى اسمها الويكا. واحدة من أهم الأكلات التقليدية واللي بيتميز بيها صعيد مصر، وكمان انفردوا بتقديمها وليها تاريخ طويل توارثه أجيال. وعلى الرغم من إن الويكا بتتكون بشكل أساسي من البامية، إلا إن بيقدموها بطريقة مختلفة عن البامية اللي بالصلصة العادية. وسر الويكا بقى يا ست الكل في الطشة، واللي بتتعمل من السمنة والكزبرة والثوم والفلفل. فبعد ما بيقطعوا البامية لشرايح رفيعة وبيحطوها مع شوربة اللحمة لغاية ما تغلي، بيحطوا عليها الطشة وبتتساب لحد ما تستوي تماما، وبتتقدم مع الرز الأبيض أو العيش. وعلى الرغم من إنها قربت تختفي، بس فوائدها تشجع على إننا نرجعها تاني، عشان أكل البامية بينشط القلب والأوعية الدموية، وده عشان بيخفض مستوى الكوليسترول في الجسم، عشان هي فيها ألياف صحية، وكمان عنصر غني بمضادات الأكسدة واللي بتساعد على تقوية المناعة ومكافحة التعب والإجهاد. انتوا بقى دقتوا الويكا قبل كده؟